جدا 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 في الفن وفي حاجات كثيره جدا حتى في الحياه. فانا مدين ليها بالكثير ومتشرف جدا 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 ان اي كلام في الورقه يبقى اقل قيمتها بصمه مهمه من بصمات الاعلام في مصر، الاستاذه الكبيره سلمى الشريف. ابو السعد فين؟ غيرت اسمي ليه؟ انا ما اقولش الاسم الثاني والناس تعرفه، فانا قلت جزء. ربما من افضل من عمل في الثقافه في مصر في المراكز الثقافيه الاجنبيه. شكرا دكتور الفنانه الكبيره لبلبه، الفنان الكبير عاطف الطيب الذي يحمل هذا النشاط اسمه. شكرا لحضراتكم. انا في نقطه كنت حابب اوضحها، انه بكل هذا التسليم الكبير قبل سنه 48 كان يكرم الفنان الفلسطيني بفنه. السنه هاي بعد 76 سنه بننبه انه مضطرين انه احنا نعلن عن شهداء الحركه الفنيه. نتحدث عن 46 شهيد فقط في الحرب الحاليه. قبل سنه 48 اجت السيده العظيمه ام كلثوم على فلسطين. اجى حفلها الاول اللي عملته في مدينه حيفا في كازينو اسمه الشرق. اخذوا الناس بام كلثوم واعجب الفلسطينيون بها بشكل غير كبير. لما رجعت على مصر صاحب الكازينو كان بده من كثر ما الفلسطينيين اعجبوا بهذه الفنانه العظيمه كان بده يعمل دعايه لحفل التالي. فقال هو الكازينو اسمه الشرق، قعد يحاول يعمل عصر جديد فقال انتظروا كوكب الشرق ام كلثوم، وهكذا سمي ذاك الفنان العظيم. الفنان الكبير محمد عبد الوهاب كان كل سنه موجود في مسارح اما يافا او حيفا او القدس. كان الفنان الكبير يوسف بيك وهبي ضيف دائم على كل مسارح فلسطين من الناصره الى صفد الى القدس الى يافا الى حيفا. لولا هذه النكبه ولولا هذا المحتل كان زماننا حاليا في فلسطين نحتفل بالسينما المجتمعيه، السينما الكوميديه، السينما الاستعراضيه. كان زماننا نحتفل بالحياه. المفارقه انه مع كل شهدائنا احنا لسه بنحتفل بالحياه بس نستمر في الاحتفال. أو في التلفزيون أو لما رحت مونتي كارلو أو لما قدمت برامج في لبنان في فيوتشر. فالنهارده يعني بقول أنا كنت محظوظة إني أتعلم وأفهم وأشوف الدنيا على إيدين السيدة الكبيرة العظيمة ضمان التوفيق، وعلى إيدين مدام شرمت شافعي، وعلى ايدين مدام كوثر هيكل، وعلى ايدين ناس كتير قوي 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 كانوا بنتمرن وبنتعلم كتير قوي. بس انا بقى النهارده بقول انا سعيده جدا ان انا عاصرت اولادي اللي بقوا دلوقتي الكبار في فنهم، في ابداعهم، في فكرهم، كمان اللي بيضيفوه للحياة الثقافية والفنية في بلدنا وفي المنطقة كلها. الحقيقة إنه عندنا يعني السنة دي أنا كنت سعيدة سعادة لا توصف بمسلسل الحشاشين. لا مش عارفة أقول لكم، أنا كل يوم بستنى الميعاد. أنا كل يوم لما بيخلص ببقى عاوزة أشوف هو فين في قناة الجنة، لأنه التفاصيل اللي فيه سواء على مستوى السيناريو، على مستوى الحوار، على مستوى الإخراج، على كل تفصيلة من تفاصيل العناصر الفنية اللي بيجمعها أي عمل متميز وكمان يعني عمل يعني بياخدنا لقدام. يعني هو أعاد فعلا السنة دي هذا المسلسل هذا المبدع عبد الرحيم كمان. أنا يعني بقول إن هو أعاد الدراما المصرية ومكانتها.
ومش بس كده، أنا بقول إنه السنة دي الحلم بتاعي اللي بقالي شوية كتيرة بحلم بيه إنه يكون في ثورة ثقافية في بلدنا، وإنه الدنيا كلها تبقى بتتكلم ثقافة، بتحلى الثقافة، بتشتغل بالثقافة، بتعيش بالثقافة. فأنا بحلم بثورة ثقافية، وأعتقد إننا لقينا الرائد أو السعيد. أنا كمان عجبني قوي البردية، يعني البردية ده اسم مصري قديم، وأعتقد إنه برضه زي ما في لازم ثورة ثقافية، لازم ثورة تشيل الثبات أو الثبات اللي كان مخيم على حضارتنا المصرية العظيمة، اللي هي أثرت وربت وعلمت البشرية كلها، إنه يعني آن الأوان إنه نشيل عنها الحاجات. أغاني باللغة العربية هدايا لفلسطين العزيزة على كل المصريين. رحلة جدا كبيرة اللي بنحبها إن هي لسه قد كده لسه قد كده، جميلة جدا ومحبوبة جدا بنعشقها كلنا. الحقيقة ليها تاريخ كبير جدا مع مركز الثقافة الروسي، ساندتنا في العديد من الأنشطة تخص ثورة الربيع الأصفر والأطفال الأيتام كتير جدا. اللي بيبقى في أرشيفي أنا الشخصي 36 سنة هنا عندي ليها صور كتير جدا مع كل سفراء روسيا. جبتنا جميلة بتنور مصنع الشاكوش. كل القائمين على مهرجان بردية لسينما لندن لنجاحه خلال هذا الاسبوع. سعيد بانطلاقه لمسرح شاكوفسكي مركز الثقافة الروسي وختامه ايضا بهذا المسرح، لأن الحقيقة اكتملت كافة عناصر النجاح. بنتكلم على دور الرئيس الراحل العظيم عاطف الطيب اللي ايضا كان ليه تاريخ مع مركز الثقافة الروسي. بنتكلم على دورة ضيف شرف فيها فلسطين، ونتكلم على نجمتين كبار جدا في افتتاح الختام سوسن بدر واللبلبه. ونتكلم على التحكيم برئاسه مجدي احمد علي مع مجموعه كوكبه من الكتاب والفنانين المتميزين جدا اللي شرفونا النهارده. كلمه ما كنتش عارفه انك هقول حاجه، بس انا عايزه اقول اللي في قلبي يعني كده من غير ترتيب. طبعا انا بشكر مهرجان السينما المنطقه لتكريمي، وبشكر الاستاذ الكبير عبد الرحيم كمال. ده شيء بيسعدني جدا ان يكون هو اللي بيقدم لي الجائزه دي عن مشواري الطويل. واجمل حاجه ان الدوره دي باسم الراحل الاستاذ الكبير العبقري الاستاذ الله يرحمه عاطف الطيب. الأستاذ عاطف الطيب أعاد اكتشافي، وعايزة أقول إن هو طول عمري الفني، لأنه اتغيرت بعد ما كنت بضحك الناس بكيت الناس. والفيلمين اللي أنا عملتهم معاه من أجمل أيام حياتي. ضد الحكومة لما اكتشفني واكتشف إن أنا عملت الدور يعني هو عجبه، مع انه ما كانش بيبين ابدا انه مبسوط مني. اول 3 ايام كنت برجع البيت معيطه اقول لوالدتي الله يرحمها الاستاذ عاطف كان فيها مقلب مش مبسوط مني، علشان لما بخلص المشهد الشوط بتاعي مش بيقول الله هايله، كريم ما بيقولش. فقعدت افكر وقالت لي طب بدل ما تبقي متضايقه كده كلميني قولي له يعني انت مبسوط مني. فكلمته ثاني يوم جمعه رد عليا قال لي قلت له استاذ قال لي قولي. قلت له حضرتك مبسوط مني يعني انا عامله الدور زي ما انت عايزه. قال لي ايوه ليه؟
قلت له علشان يا حضرتك احنا كنا بنرقص ونغني في الافلام اللي بتضحك، كان المخرج يقول الله هايل ممتاز اللي بعده. قال مش انا بقول اللي بعده يبقى خلاص كل حاجه تمام. اللي هو مبسوط بالدنيا. وبعد كده كان بقى تتويج لمشواري الفني، نقله كبيره اللي هي كانت ليله ساخنه، ومش ممكن انسى اجمل ايام حياتي. كان اخر يوم مع العبقري الاستاذ نور الشريف الله يرحمه. يعني انا محظوظه ان انا اشتغلت مع اكبر مخرجين واكبر ممثلين، احمد زكي ونور الشريف. يعني الحمد لله ان انا عاصرت وربنا اداني العمر ان اشوف العباقره. بس شايفه ان بعض حبايبي واصحابي راحوا، بعضهم اخرهم العبقري العظيم الله يرحمه الاستاذ صلاح السعداني. احنا بنعزي نفسنا لانه كان حاجه انا اشتغلت معاه واشتغلت مع ابني احمد السعداني، فغالي عليا زي ما غالي عليكم كلكم الله يرحمه. حاجه كبيره قوي قوي مش ممكن هننساها.